في ناس بتحب من قلبها ولما تعرف معلومة جديدة أو طريقة تحسن بيها حياتها بتجري تقولها لأقرب الناس ليها، مش علشان تتفلسف ولا علشان تبان إنها عارفة، بس علشان بتحب وبتتمنى للي حواليها الخير زي ما تمنته لنفسها. لكن تتفاجئ إن اللي قدامك ده مش مهتم ولا حاسس ولا حتى عايز يسمع، كأنك بتكلمه بلغة هو مش فاهمها، كأن قلبه مش فاتح الباب، وكأنك بتجري وهو واقف مكانه مبسوط. وهنا الصدمة بقى، إنك مهما حاولت مش هتعرف تغير حد، حتى لو بتحب، حتى لو بتنهار من جواك وانت شايفه بيتعب، لان التغيير مش بيبدأ من اللي بره، بيبدأ من جواه هو. وربنا نفسه قالها بوضوح: ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت. يعني مش لانك بتحبه هتقدر تغيره، الهداية من ربنا، بس الشرط ان الانسان نفسه يكون عايز. لازم هو يفتح قلبه ويطلب ويسعى ويقول يا رب غيرني، ساعتها ربنا هيفتح له ابواب ما كانش يحلم بيها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني المفتاح في ايده هو، مش في كلامك ولا حرصك ولا دموعك. حتى قول الكلمة الحلوة، انصح بالراحة والرحمة، بس لو لقيت ان انت بتتعب وبتنزف على الفاضي افتكر انك مش المخلص، انت مجرد نذير. تنصح، تحب، تدعي، وتسيب الباقي على ربنا. ويمكن اكتر حاجة تقدر تعملها ليهم انك تفضل نموذج حقيقي للتغيير، يحبوا يشبهوك مش بس يسمعوك. الناس اوقات بتتغير من غير ما تقول لهم ولا كلمة، بس لما يشوفوا النور طالع من وشك والسلام ساكن في قلبك هيسألوا نفسهم هو ازاي وصل لكده، وساعتها الباب هيتفتح.